السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة بقى نعمل ايه؟ اكلة خفيفة كده، هنعمل حواوشي مع بعض. انا معايا كيلو لحمة اهو مفروم، ومعايا دهنة، معايا بصل. هو الحواوشي بيحب البصل الكتير، بس انا في عندي ولادي ما بيحبوش البصل عليه كتير، فانا عملت حوالي 4 بصلات بس، وفلفل اخضر، ومعايا البهارات بتاعته. فلفل، دي ورقة شوربة دجاج، فلفل، ملح، كمون، بهارات لحمة، ودي شوية شطة صغيرين. ماشي، انا هحط الدهنة دي، دهنة هي معلقتين دهنة كده حلوين عليهم، واخد البصل بقى افرمه في الكبة، وكل والبهارات رخرة، وكل حاجة هرجعها تاني على اللحمة وهرسها في بعضيها. ماشي، هفرم الحاجة وارجع لكم. انا كده بقى فرمت البصل اهو، فرمت كله بالبهارات بكله. شوربة الدجاج هعملها بقى في بعضها كده بايديا. كده انا خلصتها اهي، هرست كله في بعضه ودقت الحوض، كل حاجه جاهزه تمام. معايا العيش اهو بتاع الحوش، ومعايا الصاج اهو. الصاج دي دهناه زيت كده، حطيت في ارضيه الصاج زيت بس كده. كل كوره، كل رغيف هعمله كوره كده. كده اهو مليته من جوه اهو الرغيف، بروح حاطاه كده في الصاج كده، نوشه برضو من الصاج. اجيب برضو نفس الكوره اهو، بملى بقى الارغفه كلها. عايزه تحطي شطه بقى عشان اللي بيحب حراق، ممكن تحطي شطه. وبدهن برضو كده. هتم بقى تعبية العيش كله وهرجع لكم. كده انا خلصت خالص. الصاج اهو ما شاء الله، العيش منه صغير، عامل لي عيش كتير اهو. شايفين؟ عمل 16 رغيف، ودول رغيفين من البلدي، العيش البلدي بتاعنا. قلت املاهم بقى عشان انا اكل منهم عشان رضا وكده اهو. رغيفين 2 اهو. ماشي، دولت بقى حطيت فيهم شويه شطه لكن ده بارد. ماشي، هاخده بقى ولعت الفرن. ممكن تعملي على البوتاجاز، حطي الطاسه، حطي حته دهنه فيها حبه زيت، وممكن تحطي الرغيف وتقعدي تقلبيه. انا بحب الفرن، اسهل يعني. انا هدخل الصاج في الفرن، ولما يستوي ويطلع هوريهولكم. انا خلصت بقى الحواوشي وسويته في الفرن وطلعته اهو، جميل معاكم. بصراحة طعمه خرافة، جميل والله. شايفين؟ سخن بس كده ومقرمش. شايفين المقرمشة؟ لو انا عايزاه طري بقى ازازة مية وبروح بخى بيه. لو عايزاه طري وغطيه شوية، لكن هو كده بيبقى مقرمش وبيحن على بعضه، بيبقى جميل. مخليه قوط وطماطم اهي معاكم، بالثوم والفلفل الاخضر، وفي سلطه، وفي مخلل. ودي غدانا كان النهارده. لايك بقى يا جماعه والنبي، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، ما بيجيش اشتراكات خالص في القناه. عايزين اشتراكات يا جماعه. وان شاء الله كده يا رب يعجبكم الفيديو، ويا رب يصلح حالنا جميعا يا رب، ونتقابل ان شاء الله على فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.